المحلي والعالمي في الفن التشكيلي. لفت نظري ذلك الإطناب، وسنتأكد من أنه إطناب بين العالمي والمحلي، وطرح أمامي ذلك التساؤل: هل حقيقة هناك فرق يذكر بين المشهدين المحلي والعالمي؟ وظهر في التسعينات من القرن العشرين. هل يجوز للفن أن يعرف تلك القسيمة بين محلي وعالمي؟ وهل في التسعينات على وجه الخصوص، حيث خطوات السوق الحرة والفضائيات والإنترنت والعالم المفتوح، يجوز أن نجري ذلك الإطناب؟ ولكن دائما يثار في الجهد النقدي للحركة التشكيلية التاريخية في مصر كيف كانت قضية الأصالة والمعاصرة مطروحة بشدة أمام فناني مصر، ولكني أرى أن هذا الطرح كان إلى حد كبير زائف، لأنه طرح ينظر للثقافة كقضية أنثروبولوجية، فيرى أنه مجرد استخدام موتيف أو موديل محلي يعد إغراقا في الأصالة، وهو ما يعارض النظرة الغير أنثروبولوجية التي ترى أن الموتيف أو الموديل ليس المحدد لاتجاه الفنان، وإنما الطرح العام والرسالة الفنية هي التي تحدد إذا كان الفن محليا أو عالميا. والفن بهذه الطريقة، لأنه يقدم دائما أطروحات إنسانية فلسفية، فهو يتخطى حدود الزمان والمكان ويصبح كل الفن عالميا بشكل أو بآخر. فالفن قد عرف العولمة قبل أن تعرفها السياسة أو الاقتصاد، كما عرف الفن التشكيلي ومنذ نشأته في مصر الحديثة ذلك الفنان الذي يتجول في جميع أنحاء العالم وتشكل خبرته خبرة عابرة للحدود. بل إن الأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري كانت محض تأثر وحوار مع المتغيرات العالمية، لأن مصر كانت دائما مركز لصنع أحداث السياسة العالمية. ومثالا على هذا العلاقة الحميمة بين ثورة 19 والحرب العالمية الأولى، أو ذلك الجدل بين خروج إنجلترا من مصر وظهور الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة. بل إن اشتراكية عبد الناصر ومدى علاقتها بمتغيرات بداية الحرب الباردة وتأثير الأيديولوجيا تقول أن المصري كان عالمي دائما ولم يكن منعزلا عن العالم. ونستطيع أن نقول أن الحركة التشكيلية في مصر مغتربة عن السياق الثقافي الخاص، وهكذا بدأت منذ نشأتها هي أقرب للسياق العالمي. فالفن التشكيلي المصري الحقيقي لا يسمي محترفه فنانا، ربما يسمى فنانا شعبيا كصانع القلر أو الراوي الشعبي أو صانع الأسبتة أو الزمار وما إلى ذلك. وهو الأحق أن يسمى فنان إذا دخلت اعتبارات الهوية في عالم الفن، برغم كونه لا يعبر عن الحركة التشكيلية في مصر.